ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا معاذ. لو انتوا بتحبوني تعالوا عشان آه تعالوا اعملوا لي لايك عشان اطلع اتكلم معاكم تاني. انا بحبكم جدا. مش مهم، هخليك وانت بتروق. مش انت عايز تصور؟ صح. طب يعني لو انت عايز تصور اوضتك وانت بتروقها، خد الموبايل بتاعي وروق وصور بموبايل. ماشي. ولا انت ايه؟ بس في مشكلة، الاستند ده انا عاوزة اخليها مقاسي، مش هيجيبني. انهي ستاند؟ الاستند بتاعك ده. ايه؟ انا مش هفضل ماسك التليفون وعمال اصور. لا، ما هو كده كده هتوقف الستاند عادي وتحط عليه الكاميرا عادي وتروق زي ما انت عايز. يعني افتح المفتاح وانزل واقفل المفتاح وانزل واحط التليفون واصور. ايوه كده. بس انت عاوز بقى، بص خد اقولك يا جماعه، هو اصل هو عاوز يعمل زيي، يعني عاوز يصور زيي. انا عندي ابني معاذ بسم الله ما شاء الله شاطر جدا، يعني ربنا يا رب يحميه ويحفظه. هفتح الزر ده قرب قرب وريني، قرب. بص هو راح جاب لي الستاند دلوقتي عشان يقول لي، يعني انا بتاع الكاميرا. هفتح ده كده وانزل كده تعالى اقف هنا واعمل هنا كده اهي، وقت التليفون هحطه هنا. بس يعني ما هو كده طولك اهو. تمام. طب يلا شاطر. تعالى، مين اللي عامل المقشه دي؟ لماما. انا اهي المقشه دي بتاعت المساحة انا اللي عاملها. ايوه، ليه؟ عشان المشة بتاعتها اتكسرت، صح؟ العصايه. وانت رحت واخد بقى العصايه بتاعت المكنسه المساحه. انا عندي مساحه يا ولاد، اللي هي بتاعت الجردل ديت بالمساحه بتاعتها. انا عايزه اقول لكم يا اخواتي بجد، انا عندي معاذ ابني بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيه وفي عمره وفي اخواته. عايزه اقول لكم على حاجه، يعني عندي معاذ بيعشق وبيحب جدا التصوير، بيحب اللي هو عاوز يصور، يعني بيقول لي يا ماما انا عاوز اعمل زيك. قلت له طيب عاوز انت تعمل ايه وانا اساعدك؟ قال لي يا ماما عايز اروق اوضتي، ولما اجي اروق اوضتي يا ماما هكون انا اصور يعني، بس مش عايزك ان انت تقفي معايا. قلت له خلاص مش هقف معاك، بس انت هتعرف ان انت هتعمل كده؟ قال لي هعرف. فقلت له تمام خلاص. من ساعتها بقى كل شايفني مثلا كل شويه بمنتج الفيديو يقول لي ماما ممكن اقول كلمه؟ اقول له اتفضل تعالى اقول. فهو بيحب جدا اللي هو يجي يتكلم معاكم، بيحب جدا ان انتوا تشجعوه. ما تنسوش بقى تشجعوه في الكومنتات علشان خاطر باذن الله اوريكم عازبني وهو بيروق الاوضه بتاعته لوحده. يعني هو بيقول لي يا ماما انا هعمل. قلت له طب ما انت لو عملت كده، طب ما انت شوف بعد ما تتعمل يعني اشوف الاوضه بعد ما تتعمل. أيوة، ما انت تعملها. انت خليكي قاعده هنا وحطي الستاند هناك وحطي في التليفون وانا هندك وهاجي انا بقى وشوف انت الاوضه بجد؟ يعني بعد ما تروقها هتندهني وتقولي وتمشي انت هنا عشان اشوفها؟ طيب يعني هي حلوه، هتعملها حلو زي ما ماما بتروقها. بس انا السرير الكيس اللي عليه هحط عليه الفرشه. اعملها ماشي، حط عليه الفرش. ما انا حطيت المشمع بتاع المرتبه، لان المرتبه يعني جديده حرام، وبعد كده ابتدت اللي هي تتوسخ، فيا اخواتي حبيت احط عليها المشمع بتاعها لان كان تحت السرير وكده. ضد عماله تعمل في الجردل. ما ضد شفت عماله تعمل ايه؟ ضد عماله تضايقني من ساعه ما انت كنت بتذاكر وانا مش عارفه، مش لاقي حد يساعدني. فالمهم يا اخواتي كنت بذاكر بقى مش عاوز اخرج. ايوه فعلا، عشان هو كان بيذاكر جوه ومش عارف اصلا. انا اليوم ده كان يوم خميس يا اخواتي، بس الحمد لله والله العظيم بجد الحمد لله. ربنا يا رب كده يهديهم ويهدي كل اطفال المسلمين يا رب يا رب يا رب. بجد ربنا يهدي كده الاطفال كلها ويصبرنا عليهم بجد. المهم يا اخواتي عايزه كمان اقول لكم بجد عن حاجه، يعني معاذ بيفكرني بيها. يا حبيبي بص عمي المهم يا جماعه بقى، يعني انا عندي معاذ ان شاء الله باذن الله استنوه بقى كده في حلقات كتير او استنوه فيديوهات كتير ان شاء الله من عندي في صفحتي يعني او في قناتي على اليوتيوب حسب ما هتشوفوني. ان هو بيوضب اوضته يعني ايه بينضفها وكده. فانا بصراحه انا بشجعه من الموضوع ده، ويا ريت كل ام تعمل كده مع عيالها.
بمسحها، وبعدين مسحتها وحطيت السجادة وكانت السجادة بالمقشة اللي انت كنت بتنوصي بيها هنا. وبعدين بعدين حطيت بقى، عملت السرير الفرشة ودود بقى كانت ادي معاذ اهوت طلع اهوت. سيب خلاص ذاكر بقى. لا هو كده ما ذاكرش، هو لسه راح قال لي بابا انا رايح اعمل بيبي يا بابا بيبي، ففعلا راح بقى عشان يعمل بيبي، فلعب معايا شويه ودخل تاني. بس عايزه اقول لكم والله على حاجه، انا كنت فرحانه جدا بيه والله بجد. فالمهم يا اخواتي بقى، فان شاء الله باذن الله قريب هتشوفوا معاذ وهو بيوضب الاوضه بتاعته، صح يا معاذ؟ طيب وانت عاوز تعملها يعني كده وتوضبها وتخليها جميله؟ طب تمام ماشي. الزقلك بقى الحاجات الرسم اللي انت عاملها؟ طب خلاص. الشنطه البيضاء. طيب ماشي خلاص. فيها الكراسات اللي هي بتاعت ميكي ماوس، فيها كل حاجه. طيب ماشي خلاص. معاذ ملون كذا صوره كده في الحضانه، برضه هبقى احطها هنا.